ليه وزن ناس كتير بيقف في رمضان؟ في رمضان في ناس بتخس وناس تانية وزنها بيثبت، وناس بتقف قدام الميزان مستغربة جدا وبتقول أنا صايم وباكل على نظام، يبقى ليه الميزان ده مش راضي يتحرك؟ هل المشكلة في الصيام ولا في الميزان؟ ولا في حاجات صغيرة بنعملها كل يوم ومش واخدين بالنا منها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية الكريمة لوحدها تشرح أزمة ناس كتير في رمضان من غير ما تدخل في تفاصيل. ربنا ما قالش كلوا وقت ما تحبوا، ولا قال كلوا لحد ما تتعبوا. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، ودي معناها كبير جدا. والإسراف مش طبق زيادة وبس، الإسراف إنك تاكل في توقيت غلط وتختار أكل غلط وتكمل أكل مع إن جسمك قال كفاية. الإسراف إنك تدخل رمضان بعقلية التعويض وتفطر كأنك خارج من حرمان وتاكل بعينك قبل ما تاكل بجسمك. رمضان ما جاش عشان نضغط على نفسنا ولا عشان نسيب نفسنا، رمضان جه عشان نرجع الميزان اللي اتلخبط طول السنة، ميزان الأكل وميزان الشهية وميزان القرار. واللي يفهم المعنى ده ويطبقه وزنه يبدأ يتحرك وجسمه يطمن وحرقه يشتغل. ولكن اللي يضيع التوازن حتى وهو صايم طبيعي وزنه يقف، لأن المشكلة مش في الصيام، المشكلة في السلوك. يعني إيه الوزن يثبت؟ تثبيت الوزن مش فشل ومش علامة إن الجسم عنيد أو بيقاومك. تثبيت الوزن في الحقيقة رسالة ذكية من الجسم، رسالة بتقولك إن أنا مش مطمن أو إن أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل معايا. لما الأكل بيتلخبط والتوقيت بيتغير والنوم بيقل، الجسم ما يهاجمش ولا بيتهور، الجسم يقف عشان يحمي نفسه، ويقف لحد ما الصورة ما توضح. فالميزان لما يثبت ده مش معناه ان بيعندك، الميزان بيستناك تظبط اشارات جسمك وتطمن جسمك. اسباب تثبيت الوزن في رمضان: رقم 1، السعرات زادت من غير ما تحس. خلينا اوضح لك نقطة ناس كتير بتتلخبط فيها. احنا في رمضان عندنا فطار وسحور، بس مش دايما ده معناه ان احنا عندنا وجبتين حقيقيين. الوجبة مش اسمها فطار ولا سحور، الوجبة معناها بداية ونهاية. في ناس بتبدأ الأكل مع الأذان لكن ما بتقفلش الأكل، الأكل بيفضل مفتوح، شكل ورا شكل وطعم ورا طعم ولقمة ورا لقمة لحد الفجر. كده الجسم ما شافش فطار وسحور، الجسم شاف أكل ممتد، والأكل الممتد ما بيديش الجسم فرصة يرتاح ولا يعيد ضبط نفسه ولا بيحس بالأمان. عشان كده الميزان يثبت مش لأنك بتاكل كتير، لكن لأن الجسم ما فهمش إمتى الأكل بدأ ولا إمتى خلص. تاني سبب، قفزة الأنسولين. الصيام طول اليوم بيخلي الأنسولين هادي، وده وضع يسمح للجسم بالحرق. أول ما بنفطر الأنسولين طبيعي إن بيعلى، لكن المشكلة مش في الزيادة، المشكلة في شكل الزيادة. يعني الفطار مليان سكريات، مليان مقليات وعيش أبيض، بيطلع طلعة حادة جدا وسريعة، ومع الطلعة الحادة دي الجسم ما بيفكرش، الجسم بيحمي نفسه، يقوم قافل باب الحرق ويفتح باب التخزين. الصيام فتح الباب، بس الفطار لو اتعمل غلط بيقفله تاني. رقم 3، مفيش سحور. النوم من غير سحور يخلي الجسم يدخل اليوم اللي بعده مرهق، سكر الدم بيهبط، كورتيزول بيعلى، يوم الجسم مشغل وضع الحماية، ومع الحماية الحرق بيهدى والميزان بيثبت. رابع سبب، قلة النوم. السهر وقلة النوم قادرين يبوظوا أي نظام مهما كان مظبوط على الورق. الجسم مش بيحسب الأكل وبس، الجسم بيحسب كمان الراحة. لما النوم بيقل الجسم بيدخل حالة توتر ويفرز كميات أعلى من الكورتيزول عشان يكمل اليوم. كورتيزول عالي معناه جسم متأهب ومش مطمن ومش مستعد يحرق. عشان كده حتى لو الأكل مظبوط ومفيش سعرات زيادة الحرق بيهدى والوزن بيقف. النوم مش رفاهية، النوم جزء من الدايت، واللي بيستهين بيه بيدفع ثمنه على الميزان. خامس سبب، استعجال النتيجة. أول 3 أو 5 أيام في رمضان الجسم بيعيد ترتيب نفسه، الميزان ساعتها مش مقياس دهون، ده مقياس تأقلم. اللي بيستعجل بيتلخبط واللي بيصبر بيشوف النتيجة. الخلاصة اللي فهمناه النهاردة، لو اتظبط الميزان هيبتدي يتحرك من غير ما تتعب ولا تحرم نفسك. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم التاني. السلام عليكم.